هم عنوان الرجولة والبطولة والفداء، هم صخرة في جبل الكبرياء تتحطم عليها أحلام أعدائهم، هم الأسود حين تذود عن الحدود. والله لن ينال منا أحد، لأن ربنا موجود فوق وإحنا بنحاول نراعيه. والثقة كنزهم، ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في أنفسكم. والصبر رداؤهم، العلم سلاحهم، المعرفة رأس مالهم، الجهاد خلقهم. بقى مصر اللي نور ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على جزء من أراضيها، حد يقدر يضيعها؟ وشعارهم النصر أو الشهادة. فمن يكونون وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر. فمن هو جيش مصر؟ هو أقدم الجيوش وأعرقها، وأسطورة المعارك في كل العصور والأزمان. الجيش المصري ده أسطورة وطنية، زي ما بقول كده، أسطورة وطنية. هو خير أجناد الأرض وأشجعهم. الجيش المصري، الجيش المخلص، الجيش الشريف، جيش مصر، قادر على أنه هو يعمل بجد المستحيل. هو جيش يجري في عروق رجاله دم ينبض بحب مصر. العلاقة الخاصة اللي بين الجيش المصري وبين الشعب المصري علاقة بتحسد عليها مصر. العلاقة الخاصة، الحب الحقيقي، الثقة الكبيرة اللي موجودة بين الشعب المصري وبين الجيش المصري، دي في دول كتير بتقول اشمعنى البلد دي كده؟ ايه الحكاية الغريبة جدا اللي بين المصريين، جيشهم وشعبهم؟ هو الضمير الحر للوطنية المصرية. يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم. ونور لشعبه وأحبائه. ربنا يا رب يجعل جيش مصر دايما في السماء بيكم، ويجعل دايما جيش مصر حامل مصر. واقتضت الأحداث أن تتفوق القوات المسلحة على نفسها بإعداد الفرد المقاتل بدنيا وتدريبيا وعلميا، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء القوات المسلحة عبر كافة أفرعها وتشكيلاتها ووحداتها. فاهتمت بمراحل التدريب اليومي داخل الوحدات، مرورا بتنفيذ العديد من المشروعات التدريبية والبيانات العملية، والتي تعتبر من أرقى صور التدريب. كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفاءتها لازم نمتلكها. كفاءتنا وقدرتنا والحصانة بتاعتنا عشان نحمي بلادنا ونحمي أهلنا في مصر. وشهدت العسكرية المصرية نقلة نوعية في منظومتها التسليحية، قفزة مصرية لقيادة سياسية تحركها بواعث الأمل وتملأها روح النصر.
وبدأت مصر عهدا جديدا في مجال تطوير قدرتها العسكرية بأحدث المنظومات القتالية. طفرة تسليحية غير مسبوقة شهدتها القوات المسلحة في كافة المجالات. القوات البحرية نقلة نوعية بإضافة الغواصات الألمانية الحديثة، والتي تعد الأحدث والأكثر تطوراً في عالم الغواصات. الفرقاطة فريم الفرنسية تحيا مصر، خطوة كبرى لدعم أسطول الفرقاطات المصرية في البحرين الأبيض والأحمر. حاملة الطائرات الفرنسية الصنع من طراز ميسترال، قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية المصرية. وتتوالى الإنجازات وتتعدد القدرات بإضافة العديد من لانشات الصواريخ المتطورة وقوارب الزودياك والمنظومات الحديثة للصواريخ، فضلاً عن الرادارات والتوربيدات وأجهزة السونار المتطورة، إلى جانب رفع كفاءة ترسانة الإسكندرية البحرية. القوات الجوية آمال جديدة تشرق في سماء مصر مع تحليق طائرات الرافال الفرنسية الصنع والتعاقد على الطائرة الروسية ميج 29 والطائرة الهليكوبتر الهجومية من طراز كاموف 52، الطائرات الكاسا، إلى جانب الطائرة الاف 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار. كما تم تطوير وتحديث هليكوبترات القوات الجوية من خلال تزويدها بمنظومات تسليح حديثة، وتطوير المطارات والقواعد الجوية من خلال الإنشاء الجديد ورفع الكفاءة لتواكب التحديث والتطوير في الطائرات. منظومة الدفاع الجوي وثبة كبرى في مجال التطوير بتدبير المزيد من الرادارات الحديثة، قدرة فائقة على التغطية الرادارية للأجواء المصرية بمختلف الارتفاعات. كما روعي تدبير عدد من كتائب الصواريخ وفصائل الصواريخ المحمولة على الكتف. كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوي وفق منظومات آلية للقيادة والسيطرة. عهد جديد يزيد قدرات الدفاع الجوي على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على كافة أجوائها. التصنيع الحربي واهتمام متعاظم بالإنتاج المشترك ممثلا في الدبابة M1A1، هذا بالإضافة إلى التصنيع المحلي الذي يشمل الكثير من الأسلحة والمعدات والذخائر المختلفة. وقد انعكست ملامح التطوير على كفاءة وحسن أداء الأسلحة الرئيسية في القوات المسلحة كالمدرعات، المدفعية، الإشارة، المركبات، الحرب الكيميائية، الحرب الإلكترونية، قوات حرس الحدود والقوات الخاصة. مصري أبدا ما هيفزع ولا يروع طول ما احنا موجودين واقفين على رجلينا بنحميه وبنحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى. جيش مصر، جيش مصر العظيم المخلص الأمين الحريص جدا على بلده ووطنه وترابه وكمان على ناسه، على المصريين كلهم. هو الجيش الذي يحمي ولا يهدد، يصون ولا يبدد. الأمن القومي مش بس يقتصر فقط على الاستعداد العسكري للدفاع عن الدولة، لا، قد يكون أحيانا مطلوب كمان للدفاع عن الدولة إن حجم التنمية ومعدل التنمية يبقى
ضخم. هو جيش يحمل السلاح ويشارك في العمران والبناء. هو جزء لا يتجزأ من نسيج شعب مصر. دايما الجيش المصري متماسك. ليه متماسك؟ لأن الجيش المصري بيعبر عن نسيج الشعب المصري كله. هو جيش بيعبر عن كل المصريين بكل البساطة اللي بتعنيها هذه الكلمة. هو جيش لا يتخذ قراراً إلا إذا كان نابعاً من إرادة شعبه. إرادة الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا ونحترمها ونرعاها بكل تجرد ونزاهة وشرف ودون تزييف. كل يوم في شهداء في مصر عشان خاطر مصر، فبرضه اسمحوا لي ان احنا نوجه لهم التحية، وانا اوجه لهم التحية العسكرية الحقيقة يعني لهم جميعا، واوجه لكم انتم كمان التحية على اللي بتعملوه. انتم كلكم، كل ضابط وكل صف ضابط وجندي في الجيش وفي الشرطة واقف في الشارع عشان خاطر يحمي مصر وعشان خاطر يحمي أهل مصر. هو جيش ترتفع هامات رجاله لأنهم على الحق المبين. نحن على الحق المبين. نحن على الحق المبين. لازم يكون عندكم ثقة في الله قبل كل شيء، ثم في أنفسكم، ثم في جيشكم وفي الشرطة المدنية. لازم يكون عندكم ثقة إن إحنا إن شاء الله قادرين، إن شاء الله قادرين على العبور بمصر للاستقرار وللأمن والسلام والتقدم. هو جيش يساند شعبه في كل المحن والأزمات. بقت مصر وأهلها في رقبتنا، في رقبتنا كلنا. هو بسالة المقاتل وشجاعة الفرسان. هذا هو جيش مصر، وهؤلاء هم رجاله الذين يدركون جيداً أنهم ينتمون لوطن أبي وشعب عظيم. لن تقوم مصر إلا بأبنائها، عشان الولد اللي الصغير ده يبقى ليه مستقبل. البنوتة الجميلة ديت ما يقولش إن إحنا أهملنا فيهم. حب الوطن مش كلام. لا هم لهم